الفكرة هنا مش إننا نكره شغلنا أو نسيبه، لا خالص. الفكرة هي إزاي نستخدمه بذكاء، إزاي نحول الوظيفة من مجرد مصدر للمرتب آخر الشهر لأداة قوية تبني لنا ثروة حقيقية، ثروة من الفرص، من الحرية. في الشرح ده هنفتح مع بعض كتالوج جديد خالص للمسار المهني، كتالوج اسمه عقلية الموظف الثري. وعلشان نبدأ صح، في سؤال كده لازم كل واحد فينا يقف عنده ويسأله لنفسه بجد: هل الوظيفة هي اللي بتتحكم فينا ولا إحنا اللي بنستخدمها لمصلحتنا؟ خلي بالكم، الإجابة على السؤال ده بتحدد كل حاجة جاية بعد كده. وهنا بقى بيظهر الفرق الجوهري بين عقليتين. العقلية الأولى خلينا نسميها عقلية العبد، دي بتشوف الشغل هو نهاية الدنيا، عايشة من المرتب للمرتب وحاسة إنها محبوسة في دايرة مقفولة ومفيش منها خروج. أما العقلية التانية، عقلية المستخدم الذكي، فدي بتشوف الشغل كأداة، مجرد أداة، والمرتب ده هو الوقود اللي بنبني بيه أصول حقيقية، يعني حاجات قيمتها بتزيد مع الوقت، وده هو اللي بيصنع حرية بجد في المستقبل. طيب جميل، إزاي بقى نعمل النقلة دي؟ إزاي نتحول من العقلية الأولى للتانية؟ اعتبروا اللي جاي ده هو الكتالوج العملي اللي هنمشي عليه خطوة بخطوة. الكتالوج ده فيه 5 قواعد أساسية هتغير نظرتنا تماماً للوظيفة. ونبدأ بالقاعدة الأولى، ودي حجر الأساس لكل حاجة جاية. القاعدة دي بتعيد تعريف معنى المرتب نفسه. بص، أغلبنا اتربى على فكرة إن المرتب ده مكافأة على تعبنا ومجهودنا طول الشهر، يعني ده حقنا اللي بنستناه علشان ندفع بيه فواتيرنا ومصاريفنا. والنظرة دي على قد ما هي منطقية، على قد ما هي بتحولنا لمجرد مستهلكين للراتب، بنستناه يجي عشان نصرفه وبس. لكن النقلة الذهنية الحقيقية بتحصل لما نغير المعتقد ده. العقلية الصح بتشوف المرتب ده كوقود، والله بنزين بنستخدمه عشان نشغل بيه مكنة تبني لنا أصل حقيقي قيمته بتزيد مع الوقت. الأصل ده ممكن يكون أي حاجة، استثمار في البورصة، مشروع صغير على جنب، أو حتى مهارة جديدة تخلي قيمتنا إحنا في السوق أعلى. طيب إزاي نعمل كده عملياً؟ الموضوع بسيط، بطريقة من خطوتين اسمها طريقة العزل. أول حاجة العزل المالي. أول ما المرتب ينزل بننقل جزء منه، أي جزء مهما كان صغير في الأول، لحساب تاني منفصل تماماً. تاني حاجة ودي الأهم، العزل الذهني. بنبرمج نفسنا إن الفلوس اللي في الحساب ده مش للمصاريف، دي ليها اسم تاني اسمها وقود المستقبل. وبمجرد ما الفصل ده بيحصل، موازين القوى بتتقلب، وبنبدأ إحنا اللي نتحكم في المرتب مش هو اللي بيتحكم فينا. تمام قوي. بعد ما فهمنا إن المرتب هو الوقود، السؤال المنطقي هو هنستخدم الوقود ده في إيه؟ القاعدتين الجايين بيركزوا على أهم وأذكى استثمار ممكن أي حد يعمله، الاستثمار في نفسه. بس قبل ما نكمل لازم نحذر من فخ مشهور جدا كلنا بنقع فيه، فخ الزيادة. ده بيحصل لما المرتب بيزيد، وبدل ما نوجه الزيادة دي للاستثمار، أول حاجة بنعملها إننا بنرفع مستوى معيشتنا فوراً. عربية أجدد، موبايل أحدث، وفجأة نلاقي نفسنا رجعنا لنقطة الصفر تاني، بس المرة دي علينا التزامات أكبر بكتير. وهنا الفرق بيبقى واضح جدا بين التصرف الغلط والتصرف الذكي. الغلط إن الزيادة تروح في تضخم أسلوب الحياة، لكن الصح إن الزيادة دي تروح في تضخم الأدوات. يعني بدل ما نشتري حاجات بتستهلك فلوسنا، لا، إحنا بنستثمر في أدوات بتزود قيمتنا إحنا، زي كورس متخصص أو شهادة مهنية جديدة. وده بينقلنا للقاعدة الثالثة، واللي بتتلخص في سؤال بسيط ومباشر: الهدف من الذهاب للشغل هو مجرد إنهاء المهام المطلوبة وخلاص، ولا الهدف هو التعلم واكتساب مهارات جديدة؟ في تشبيه عبقري بيلخص الفكرة دي، بيقولك بص للوظيفة على إنها المدرب الشخصي بتاعك، والأجمل إنه مدرب مدفوع الأجر كمان. مهمته الأساسية يجهزك ويقويك للمستقبل والمراحل الأكبر في حياتك المهنية. طيب إزاي نعمل ده على أرض الواقع؟ أولاً، اطلب بنفسك المشاريع الصعبة اللي كل الناس بتهرب منها، دي اللي فيها التعلم الحقيقي. ثانياً، اتطوع في مهام ومسؤوليات بره الوصف الوظيفي الرسمي بتاعك. والأهم من كل ده، اتعامل مع كل مهارة جديدة بتكتسبها على إنها أصل جديد بتضيفه لنفسك، أصل هيفتح لك أبواب وفرص ممكن تكون مش شايفها دلوقتي خالص. لحد دلوقتي كلامنا كله كان عن الاستثمار الداخلي في نفسنا وفي عقلنا. دلوقتي هننقل تركيزنا على إزاي نستغل البيئة الخارجية اللي الوظيفة بتوفرها لنا من علاقات وأمان وظيفي. القاعدة الرابعة بتقول إن علاقة واحدة صح ممكن تختصر علينا 3 سنين شغل وتعب. كتير مننا بيروح الشغل وهو بيقول أنا رايح أشتغل مش أعمل صحاب. الحقيقة إن السوق كله والفرص الكبيرة قايمة على الناس والعلاقات. الموضوع مش نفاق خالص، الموضوع ببساطة وعي استراتيجي بأهمية شبكة العلاقات دي. ونيجي بقى لآخر قاعدة، وهي بتتلخص في التشبيه القوي جدا ده: لازم نستخدم الأمان الوظيفي كدرع يحمينا، مش كمخدة نريح عليها وننام. يعني إيه الكلام ده؟
يعني المرتب الثابت والأمان اللي الوظيفة بتوفره بيخلق لنا مساحة آمنة، مساحة نقدر نجرب فيها ونغلط ونتعلم من غير خوف. لازم نستغل المساحة دي عشان نبني مشروع جانبي صغير بالراحة ومن غير ضغط، أو نطور مهارة جديدة محتاجة وقت. الأمان ده لازم يكون منصة انطلاق للمستقبل، مش قفص بيحبسنا في الحاضر. طيب، بعد كل القواعد والتكتيكات دي، إيه هو شكل الفوز النهائي؟ إمتى بنعرف إننا نجحنا؟ السؤال هو إمتى بالظبط بنعرف إننا كسبنا فعلا؟ إمتى بنوصل للحظة اللي نقول فيها خلاص إحنا وصلنا للحرية اللي بنتكلم عليها من أول الشرح ده؟ هنعرف إننا كسبنا في اللحظة اللي خوف فيها من ترك الوظيفة بيختفي تماما، لما يكون عندنا بدائل حقيقية ومطروحة على الترابيزة، لما مهاراتنا هتبقى مطلوبة في السوق والناس هي اللي بتكلمنا، والأهم لما يكون عندنا مصدر دخل تاني على جنب بدأ يكبر. هي دي لحظة الحرية الحقيقية. في اللحظة دي بالذات بيحصل تحول كامل في موازين القوى. الوظيفة ما بتبقاش هي اللي متحكمة في قراراتنا وحياتنا، لا، إحنا اللي بنبقى ماسكين زمام الأمور وإحنا اللي بنتحكم. وده بيوصلنا لأقوى جملة بتلخص كل اللي قلناه: أنا لا أكره العمل، أنا أكره أن أتركه ويدي فارغة. في النهاية الوظيفة مجرد أداة، والاختيار واضح ومباشر، يا إما نستخدمها بذكاء عشان نبني مستقبلنا، يا إما هي اللي هتستخدمنا وتستهلك حاضرنا.